مرحبا، كيفكن؟ وصفتنا اليوم مقلوبة البازاليا، كتير سهلة وطيبة وشكلها شهي. بنبدأ بتقلية البازاليا. بطنجرة بضيف معلقة زبدة كبيرة وبعدها بضيف البازاليا. أنا هون ضفت تقريبا نص كيلو بازاليا وبقليها ل5 دقايق، وبعدها بضيف عليهم مي. كمية المي لازم تكون متناسبة مع كمية الرز اللي بدنا نطبخه. أنا هون رح أطبخ 3 كاسات رز، ضفت لكل كاس رز كاس ونص مي وبستنى المي حتى تغلي. بعد ما غلت المي بضيف الرز. أنا هون كنت ناقعة الرز ساعة قبل الطبخ، وبضيف الملح وبحركهم وبستنى المي لترجع تطالع فقاعات. بعدها بهدي الغاز على الآخر وبغطي الطنجرة. لتجهيز اللحمة اللي بدنا نضيفها على الوجه نحتاج لحمة ناعمة، بحمسها مع الزبدة لتنشف ميتها وبضيف لها الملح والفلفل الأسود وهيك بتصير جاهزة. هون عندي الرز نشفت ميته، بتركه يتهدى 10 دقايق قبل التقديم. أنا هون رح أقدم مقلوبة البازاليا بواسطة قالب الكيك، بيطلع شكلها أحلى من السكب العادي. بوزع اللحمة بالأول بأرضية القالب وبعدها بنزل عليها الرز وبوزعهم بالتساوي على جميع أطراف القالب. وهي بعد ما قلبت المقلوبة طلعت معي بهالشكل الحلو. نضيف لها المكسرات وهيك صارت المقلوبة جاهزة. بصحتين وهنا.